السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه هو مفهوم السعادة في الحياة؟ في ناس كتيرة قوي بتدور على السعادة، بس ما تعرفش اصلا الفرق بين السعادة والمتعة. معظم الناس فاكرة ان السعادة هي المتعة. السعادة دي بتختلف من شخص للتاني، مش قانون يعني، بس هو زي اتزان داخلي، ولكن مش زي ما ناس فاكرة. ما هو مش عربية جديدة ولا فلوس ولا فسحة حلوة ولا تليفون جديد. كل الحاجات دي اسمها متعة، لأن بعديها إحساس الفراغ ده بيرجع تاني زي الأول، فهي بتبقى حاجات لحظية بس. فدي اسمها متعة مش سعادة. السعادة دي زي ما أنا قلتلك كده هي بتختلف من شخص للتاني، بس هي باختصار كده يعني تقدر تقول الرضا سعادة. يعني انك تبقى راضي باللي معاك، وانك بتشكر ربنا دايما وعندك راحة بال، دي لوحديها سعادة. انك شخص طيب وراضي بكل اللي حواليك، ومش بتكره حد ومش بتحقد على حد، وراضي بكل اللي معاك، فدي برضو سعادة. السعادة انك تكون مرتاح ومطمن باللي معاك. السعادة في تقوى الله عز وجل. لكن السعادة ما ينفعش تدور عليها، هي بتلاقيها جواك، فما تفضلش تدور عليها لانك مش هتلاقيها اصلا. مشكلتك انك بتركز دايما على المشاكل، وعندك دايما عدم رضا بالحاجات اللي ناقصاك. مفيش حد فينا كامل في الدنيا دي، ومفيش حد هيبقى كامل. فانت ما تبصش على الحاجات اللي ناقصاك، في حاجات تانية معاك مش مع غيرك. فما تفضلش تبص على غيرك وتنسى النعم اللي ربنا مديهالك. واوعى تربط السعادة بأي حاجة تانية زي الفلوس مثلا أو الجواز أو أي حاجة. خليك سعيد دلوقتي وبالحالة اللي انت فيها وبالحاجة اللي معاك دلوقتي. واكتر حاجة بتقتل السعادة بتاعتك في الدنيا انك بتقارن نفسك بالناس دايما، ده بيخلي عندك عدم رضا. فاوعى تطارد حاجة وهمية وتفتكر ان هي لما تبقى معاك انت هتكون سعيد. ممكن تجيلك وتبقى معاك عادي وما تبقاش سعيد خالص. فلازم تبقى سعيد دلوقتي. لو انت ما بقتش سعيد مع نفسك، محدش هيعرف يسعدك. ساعد الناس واعطي من غير مقابل. خليك دايما كويس مع كل الناس وقلبك ابيض. اللي مش كويس ابعد عنه، وما تفضلش تقول انا هعمل ده بالمثل وهعمل ده بالمثل. انت اتعامل بطبعك انت، واللي مش كويس ابعد عنه. شوف الحاجات البسيطة اللي بتبسطك واعملها من غير ما تأذي الآخرين طبعا. خلي علاقاتك كلها مع ناس طيبة وكويسة وعندها طاقة إيجابية. اتقبل نفسك بعيوبها وابعد عن التفكير في الماضي. مش لازم تحصل يعني على كل حاجة عشان تبقى سعيد، لأن مفيش حد بياخد كل حاجة. عيش الحياة اللي انت عايز تعيشها على طريقتك، وتبسط بأقل القليل. وبكده تكون الحلقة خلصت. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.